بُصّوا يا شباب، عشان أنا راكنت كتير وكده، فأنا قُلت لكم إن أنا هابدأ لسه في المنهج وكده. بالفعل هابدأ في المادة دي، أول حاجة هاذاكرها تمام. تمام. هابدأ الساعة كام حاليًا؟ الساعة 00:00. شوف طيب هناخد قد إيه طبعًا في المادة وكده، هي كتير أصلًا، المادة كتير. بس هنحاول، وكمان لسه هنترجم يعني. ما شاء الله ترجمة كتير، كتير بقى. فهنشوف وهارجع أقول لكم وصلت لحد فين وكده. هي 5 chapter 1 وchapter 2 وchapter 3 وchapter 4 وchapter 5. 5. فهنشوف هنخلّص إيه النهارده، وبكرة الصبح نكمل الباقي عادي، ما فيش مشكلة خالص. المهم إن إحنا ننجز أي حاجة في المنهج، لإن أنا ما فتحتوش خالص. بصوا يا جماعة، أنا هاوقّف لحد هنا، علشان أنا تعبت جدًا، 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 ومش حاسة إن أنا عايزة أكمّل، عايزة أنام، حتى صوتي مش قادرة، عايزة أنام. فهاوقّف لحد هنا. والجو أصلًا ما شاء الله هوا كده، أنا مش قاعدة جوّه يعني، وبجد يا جماعة الجو يخلّيكم عايزين تكمّلوا مذاكرة وتقعدوا تكمّلوا كده. بس أنا لسه في chapter 1 من الساعة 12:00 ل13:30، ده كتير جدًا. فأنا عارفة نفسي مش هانجز، والليل أصلًا قصيّر جدًا، هانام. وبكرة إن شاء الله نكمّل عادي. طيب يا جماعة، حاليًا الساعة 13:00. طيب هاعمل إيه؟ لإني صحيت متأخر، وكمان عملت شوية حاجات كده، فحاليًا الساعة 13:00 هابدأ مذاكرة. تمام، تمام. هابدأ في إيه؟ في chapter 2، لإن أنتم عارفين إن أنا قعدت بالليل من 12:00 ل13:00 ما خلصتش إلا chapter واحد بس، وكمان دخلت كمان الساعة على 13:30 وربع كمان. فحسيت إن لأ، كتير جدًا في chapter واحد. بس chapter 2 دوّة اللي هو مليان أصلًا، يعني هو مليان لوحده، فممكن ياخد معايا فعلًا ساعة ونُص. لكن في الليل كان ممكن ياخد معايا 3 ساعات عادي يعني، فاهمين؟ بس فأنا هاكمّل وهارجع أوريكم عملت إيه. لسه ما خلصتش لحد الآن chapter 2. متخيلين يعني إيه آخد 3 صفحات مثلًا، صفحة و2 و3 في ساعة كاملة؟ بجد يا جماعة مش عارفة أعمل إيه. هاروح أصلّي الضهر طبعًا عشان خلاص الضهر أذّن، وهاشوف هاعمل إيه، لإن بجد، بجد، بجد في دبانة هنا بُص، يوم نفس الدبانة دي بنفس الشكل، مش عارفة دي مش بتموت والّا مش بتعمل إيه، ما أعرفش. بس أكيد مش هارُش البيرسول أبدًا، أبدًا، أبدًا مش هارُشه. ممكن أغيّر مكان المذاكرة عادي، ما فيش مشكلة. بس كده يا جماعة، ده الحاجات دي اللي هي إيه، النواشف أو يعتبر البودر والحاجات ديّة، أنتِ بتحتاجيها إنِّك بتخلطيها وبتعمليها والحاجات دي. طيب أنا جِبت حاجات تاني، جِبت حاجات تاني. أول حاجة دوا زيت السمسم أهو يا جماعة. طبعًا، طبعًا هافتحه لكم أوريه لكم. يا جماعة، أنا عامةً فتحت الحاجات دي قبل كده أصلًا وشُفتها كتير، لإن مش أول مرّة أشتريها ومش أول مرّة أعمل بيها، بس هي حلوة. بس ده زيت السمسم، وده يا جماعة زيت التوم. ده بقى زيت التوم، وزي ما قُلت لكم زيت التوم دوّة بتكون ريحته ما أنصحش حد بيها. طب الزيوت دي برضه عشان تبقوا عارفين لإيه، للشعر يا جماعة. وده زيت البصل. آخد توم في الريحة، بس التوم أعفن بصراحة، يعني البصل دوّة ريحته مش زي التوم، التوم أكتر. ده زيت زيتون. زيت زيتون. عارفة إن ممكن تقولي مثلًا العلبة، هاتي العلبة اللي هي بتكون العلبة اللي هي الكبيرة، أو تاخدي من العلبة الكبيرة بدل ما تشتري علبة صغيرة، بس أنا مش باحس إن أنا باحب أتعامل مع العلبة الكبيرة اللي هي بتاع الأكل والحاجات دي. يا جماعة زيت جوز الهند. زيت جوز الهند دوّة ريحته تحفة. دي الفازلين. بُصّوا يا جماعة بجد، بُصّوا. دي بقى يا جماعة حاجة كده زي المِسك بالضبط، هاوريكم شكلها من جوّه وريحتها تحفة. يا جماعة شكلها من جوّه، بس أنتم تحسوا إن اللون مش حلو، بس الريحة تحفة. والله ريحتها بجد جميلة. طيب بس كده يا جماعة، هاعمل طبعًا الوصفات بتاعتي بتاع العيد والحاجات ديّة. في حاجات تانية أنا جايباها فعلًا وما صورتهاش، وفي حاجات هي عندي فعلًا فمش هاجيبها. وبس كده يا جماعة، ونرجع نكمّل طبعًا المذاكرة بتاعتنا اللي إحنا أهملناها وسِبناها ورجعت. أنا يا جماعة، أنا كنت فعلًا خلاص امتحنت المادة اللي هي قبل العيد والحمد لله. وحابة أبشّركم إن أنا فعلًا نسيت سؤال ب10 درجات. فحرفيًا ما باحبش حد يجيب لي اسم المادة دي خالص، فركناها علشان أقدر أكمّل المواد التانية اللي هي بعد العيد. فحرفيًا أنا كنت منهارة، فنسيب المادة دي على جنب جدًا. وحرفيًا فقدت الشغف إن أنا أكمّل تصوير وإن أنا أعمل أي حاجة. فعشان كده يا جماعة شجعوني علشان انزلكم. انا دلوقتي بنزل فيديوهات، محدش بيشترك في القناه، محدش بيعمل لايك، مش بتكتبوا لي ان الفيديوهات عجبتكم. فانا فعلا مش بقدر انزل فيديوهات، لان بحس ان انا بعمل مجهود على الفاضي، مش بحس ان في حد مستني فيديوهاتي. فانا عايزاكم تشجعوني وتشتركوا في القناه يا جماعه، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات اللي انا انزلها. انا لما بعمل محتوايا ده بفيدكم بنصايح، بوريكم روتينات ليا. فانا عايزاكم ان انتوا تشتركوا في القناه، تثبتوا وجودكم في الكومنتات. عايزه تفاعل يا جماعه، فاهميني؟ علشان اعرف ان فعلا الفيديوهات دي عجبتكم. طب يا جماعه، انا هنا كنت يوم الوقفه وكل الترتيبات والتجهيزات. حتى لو بتشتغلي في البيت او بتعملي مثلا بتنظفي البيت كل يوم، لازم يوم الوقفه تقلبي البيت كده راس ورجلين علشان تبداي تنظيف تاني. فهنا كنت فعلا رتبت خلاص البيت ونظمنا وساعدت ماما وهكذا. اليوم كله انت بيضيع يومك في التنظيف، زائد ان انت بتقعدي تصلي وتدعي وتقري قرآن وكده. فانا فعلا كنت هنا خلاص بعد ما فطرت وخلصت وصليت العشاء كمان. قررت ان انا خلاص هرتب الغرفة بتاعتي، وفعلا رتبت كل حاجة. بعدين جيت ايه هنا، هدومي طبقتها كلها لان كان عندي هدوم كتير مش مطبقة. ورتبت السرير ورتبت المكتب، ووريتكم كل حاجة هنا في الفيديو. هنا محدش يتريق يا جماعة على تطبيقي، علشان انا
بطبق اي كلام. المهم ان الهدوم تكون متنظمه ومترتبه، وده المهم. كده كده احنا بنطلعها بنكويها معروفه. بس فهنا يا جماعه خلاص، يعني كنت يكاد يكون حرفيا الواحد مرهق من كمية الحاجات اللي بيعملها في يوم واحد. بالاخص ان خلاص عيد اضحى وكل سنه وانتم طيبين. عارفه ان الفيديو نزل متاخر، بس انا يا جماعه انا قلت لكم انا محتاجه حد يشجعني، فاهمين؟ بس ففعلا بعدين بقى خلاص هنرجع بقى يوم الاحد نمتحن ماده تاني خالص في الكليه. مش عارفه اخدكم فيها روتين ولا لا، بس باذن الله هاخدكم معايا في الروتين بحيث ان انتوا تتشجعوا وتقوموا تذاكروا. وعايزه اقول حاجه يا جماعه، يوم العيد لكل طلاب تالتة اعدادي وتالتة ثانوي لازم تركزوا في الكلام ده كويس. يوم العيد انت مخك مش سيستم ان يوم العيد بتخرجي وبتتفسحي وبتعملي كل اللي نفسك فيه. فما تجيش مثلا في نظام مخك ودماغك ان هو مش سيستم على اليوم ده انه بريك وتقولي انا هقعد اذاكر الوحده كذا والوحده كذا والوحده كذا وهكون خلصت المنهج. لا، مش هتقدري تذاكري، انت حرفيا هتقضيه نوم، يا اما قاعده تتندمي انك ما خرجتيش، يا اما هتقعدي تقولي انا ذاكرت، وهتقعدي تقنعي دماغك ان انت بتذاكري ومش هتذاكري. تقعدي تفتحي اليوتيوب والسوشيال ميديا وتشوفي ده نزل ايه وده نزل ايه وده بيقضي العيد ازاي وده بيقضي العيد ازاي، وهتندمي. فما فيش بعد انك تنزلي وتخرجي وتتفسحي يوم العيد وتلبسي طقم جديد وتقضي يومك طبيعي جدا يوم العيد، بعيدا عن ان انت طالب في ثالثه ثانوي او طالب في ثالثه اعدادي. تقضي يومك عادي جدا وترتاحي وتريحي من المذاكره، وهترجعي اوعدك بقوه لدرجه ان انت هتذاكري وهتذاكري وهتذاكري. وانا بقولك اهو ده عن خبره وعن تجربه شخصيه مني ومن غير ومن الاف كتير من الطلاب. فهنا يا جماعه كنت بوريكم ان انا فعلا خلاص خلصت كل التطبيق حرفيا يا جماعه بعد عناء. يعني انتوا شايفين الهدوم ازاي، بس هي كتير وبعد عناء. طيب يا جماعه، فانا هنا بقول ان انتي لازم تخرجي ولازم تتفسحي ولازم تعملي كل اللي نفسك فيه عشان ترجعي تذاكري. هتذاكري وانتي ضميرك مرتاح، هتحسي انك عندك طاقه انك تكملي وانك تذاكري. اهم حاجه ما تركزيش مع غيرك اللي يقولك انت طالبه في ثالثه ثانوي، إيه اللي مطلعك، إيه اللي مخرجك، روحي ذاكري، روحي اعملي. مالكيش علاقه بيهم، خليكي في نفسك، خليكي بارده، خليكي كده انتي اللي عارفه مصلحتك. هما مش عارفين معنى ان انتي لما تاخدي بريك من المذاكره لان خلاص مخك مسيستم ان اليوم ده عيد، فاهماني؟ فلما تاخدي بريك وتدي مخك اللازم هترجعي اقوى. طيب في طلاب كتير انا عارفه قضوا العيد ان هم مش عايزين يعيدوا او انتوا حلكوا واحد بس، هتاخد يوم فري تماما من كل حاجه، هتطلعوا تخرجوا وتتفسحوا كانه يوم عيد علشان ترجعوا اقوى من الاول. هتقولي لي خلاص مفيش وقت على الامتحان، هو لو فضل 15 يوم مش هيجرى حاجه لو خدتي 6 ساعات بريك ورجعت ال 15 يوم ده مش عايزه اذاكر 24 ساعه، عايزه اذاكر 48 ساعه. انتوا متخيلين يا جماعه؟ فيا جماعه قوموا فوقوا واصحوا واعرفوا ان مستقبلكم مهم جدا جدا. طب يا جماعه انا كده خلاص كنت خلصت معاكم الفيديو، اتمنى ان تشتركوا في القناه، ولو عجبكم محتوايا تعملوا لايك وتكتبوا كومنتات حلوه. وهنا طبعا الفقره المفضله والمحببه الى قلوب كل الناس حرفيا. فبس كده يا جماعه، اسيبكم بقى وسلام.